بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعادل بطعم الخسارة، عك من المدرب، عك من اللعيبة. في لعيبة كتير في النادي الأهلي، كفاية بجد. عرفتونا موظفين، بتنزلوا موظفين محترفين النادي الأهلي، علامة استفهام كبيرة. 4 محترفين بيشاركوا النهاردة، مفيش تأثير إيجابي لأي واحد فيهم، حتى كمويش الجديد مش هنحكم عليه بدري، بس الكوره اللي جات له، الفرصه اللي جات له دي مهاره، ملهاش دعوه بقلب اجواء، ملهاش دعوه بانسجام، ملهاش دعوه باي حاجه. كوره جايه لك في مكانك وانت واقف، دي مهاره. كان عندك 100 حل غير اللي انت عملته. محترفين الاهلي لغز كبير جدا. محمد علي بن رمضان اللي كان مكسر الدنيا بقاله كام ماتش مفيش، مش محمد علي بن رمضان خالص. وانا عارف ان مستر ياس تورب قعد معاه واتكلم معاه على الحته البدنيه، وان لازم يرفع المعدل البدني بتاعه، والراجل بيشتكي كمان ان هو ما بيلعبش اساسي. يعني تخيل لعيب محترف بيقبض بالدولار، مستواه بالشكل ده، ورايح يشتكي للمدير الفني انه ما بيلعبش اساسي. فالمدير الفني قال له البدني بتاعك وحش، هنشتغل على البدني بتاعك. الراجل بدأ بيك اساسي النهارده، انت مش موجود. بن شرقي فين الحلول؟ مفيش حلول خالص. بن شرقي مش موجود. بيعمل مجهود وبيجري وبيروح وبيناكف وبتاع، بس فين الحلول الايجابيه؟ فين الحلول اللي على المرمى؟ مفيش. انت كراجل جناح دولي اجنبي ما عندكش حلول. ديانج، ديانج انت مش هتاخد منه حاجه تاني، ما تستناش حاجه من ديانج تاني. ديانج خلاص جاب اخره. ديانج جاب اخره مع النادي الاهلي، وانت ما عملتش صفقات في نص الملعب. كان المفروض تستقطب لاعب او 2 في نص الملعب. انت النهارده مروان عطيه خرج، انت لولا ان البنك الاهلي انكمش وبيلعب زون ديفنس ومش عايز يطلع، مش قادر يطلع، هو مش عايز يطلع من نص ملعبه، انت كان بان عندك مشكله مروان عطيه النهارده من بعد ما خرج. بين لعيب مجهد كان طالع مصاب الماتش اللي فات، خارج الله اعلم خارج سليم ولا خارج مصاب لسه مش عارفين. زيزو اللي كان مصاب وانت نزلته النهارده بدات بيه لان ما عندكش. انت لعبت بزيزو عشان ما عندكش. ليه؟ عشان الناس كلها كانت شايفه ان حامد حمدان وجوده ضروري جدا في نص الملعب. انت كاداره نادي الاهلي انت الوحيد اللي ما كنتش شايف. ما كانش فيه مشكله حامد حمدان، ما كانش فيه مشكله انك لازم تطلع واحد اجنبي عشان تجيبه، ومع ذلك سبت حامد حمدان بمنتهى السهوله وقلت مش هخش مزايدات. طب فين البديل؟ فين اللعيبه اللي تحت السن اللي انت قلت هتجيبها في نص الملعب؟ عندك نص الملعب النهارده مروان عطيه بره، شكرا، مفيش. ديانج مش هيديك حاجه. ديانج مش هو ديانج. ديانج خلاص فكره دلوقتي راجل بيحافظ على نفسه. هتلاقي الالتحامات مش قويه الفتره الجايه كمان بزياده، هتلاقي الالتحامات مش قويه عشان خاطر هو عايز يروح فالنسيا. رايح فالنسيا الراجل، وانت بتعتمد عليه. بالعمري، وانت عندك بالعمري النهارده بتتكلم في ان البدني بتاعه وحش، بس انا عندي بالعمري برجل واحده احسن من كوكا. بالعمري لو بيعرج في الملعب، لو بيعرج احسن من كوكا واحسن من محمد شكري اللي انت بتضمهم كل ماتش تحطهم في القايمه. وبالعمري بره، لعيب دولي، لعيب منتخب، لعيب كان باك الشمال الاساسي بتاع الرجاء. وانت حضرتك جاي لك، انا ما اعرفش، انا هو الكلام اللي قاله كابتن احمد حسن الصقر في البرنامج بتاعه، هل الكلام ده مظبوط؟ لو الكلام ده مظبوط يبقى كارثه. كابتن احمد حسن قال ان عنده معلومه اكيده ان مستر ياستروب قال لكوكا ان انت الباك الاساسي عندي. دي كارثه. وما رايح اجيب محترف ليه؟ عشان قعدوا دكه لكوكا اللي هو اصلا مش باك شمال. كارثه. لو الكلام ده صح تبقى كارثه.
انا النهارده كل ماتش بطلع بالعمري من القايمه عشان خاطر العب كوكا اساسي. دي كارثه كبيره، مصيبه لو الكلام ده مظبوط. ولو الكلام مش مظبوط، طب بالعمري بره ليه؟ بالعمري لو حتى لو البدني بتاعه وحش، يعني اعتقد ان هو هيبقى احسن، مش هقول لك 100 مره، احسن 10 مرات من كوكا. كابتن شناوي، كابتن شناوي صباح الخير. ما هنفضل لحد امتى دي ما بتتفردش؟ هنفضل لحد امتى خايفين؟ انت مرتين كتفك ومشكله كتفك وبتاع، بس حضرتك لو ما فيش يبقى شكرا بقى. حضرتك لو هتفضل خايف على كتفك وخايف تفرد ايدك لتتصاب تاني، لا يبقى شكرا. شوبير هو اللي يكون موجود لحد ما شوبير يبقى لا قدر الله في اصابه، في ايقاف، اي حاجه، تبقى انت اللي تقف. انما سياسه التدوير عشان ما زعلش كابتن شناوي والبس جون في اول الماتش يكهرب لي الدنيا، يوصل لي اللعيبه، يخرج اللعيبه والمدير الفني والجمهور كله خارج من تركيزه. والكابتن ايمن الرمادي اللي ما بيلعبش كده خالص طول الدوري، ولاعب بيلعب بس الماتشات الاهلي كده، حقه. مش هنختلف، حقه يلعب زي ما هو عايز. انا المشكله عندنا، المشكله عندنا انا عندي لعيبه تعتبر احسن لعيبه في مصر مش عارفين يحلوا. المفروض اللعيبه دي تنزل قدام اي دفاع، دفاع مفتوح، دفاع مقفول، دفاع كومباك، اي دفاع، المفروض ان هم لعيبه عندها حلول. انا مش جايب انا مش جايب اي لعيبه، انا المفروض مش رايح جايب اي لعيبه، انا جايب اللعيبه المميزه. لعيبه مميزه ليه؟ بتاخد المبالغ اللي بتاخدها دي ليه؟ عشان عندها حلول. انما انا كل ماتش تريزيجيه بس هو اللي بيحل وما عنديش اي حد تاني بيحل، انا عندي مشكله كبيره، يا فنيه يا اداريه. يا فنيه ان مستر ياسترب اللي بقى لنا 4 5 ماتشات بنضيع 30 دقيقه او بنضيع شوط كامل. رجعنا لايام كولر في الموسم الاخير بتاعه، ان احنا بنضيع شوط كامل، مش عارفين نوصل للجون، الفرقه مفككه، كل لاعب دماغه في مكان لوحده، كل واحد بيلعب مع نفسه، ونضيع شوط كامل وننزل الشوط التاني نصلح. ما هو كان كولر كده. فين المشكله؟ المشكله هل في المدرب؟ هل في لعيبه بتنفذ التعليمات؟ المشكله في مين؟ ده دور الاداره. هل المشكله مشكله اداره ان اللعيبه بصه لبعضها وكل واحد بينزل عايز يثبت ان هو احسن من التاني، والاداره مش واخده بالها؟ مش عارف انا السر فين. كابتن حسين الشحات، كابتن حسين الشحات اللي الاهلي كان عايز يجدد لك سنه، اشترطت ان سنتين. لما الاهلي وافق وقال لك طب السنه ب 17 وانت تقريبا كنت بتاخد 12 او 13، وقلت لا انا عايز 20. طب انت النهارده بتقدم ايه في الملعب عشان تطلب 20؟ مع احترامي، انت النهارده عملت ايه؟ انت نازل بديل زيزو، عملت ايه؟ للاسف، للاسف الشديد ما عنديش لعيب بيعرف يلعب بين الخطوط الا امام عاشور. للاسف دي حاجه تزعل، حاجه تحزن. الاهلي ما عندوش لاعب بيعرف يلعب بين الخطوط الا امام عاشور، والحته دي كانت ناقصه الاهلي النهارده قوي، لان نادي البنك جه في وقت من الاوقات كان بيضغط عليك ب5 قدام و5 واقفين ورا، اللي بينهم مفيش لعيب من الاهلي فيه. انت منزل كله اجنحه، كله مجنح، حتى محمد علي بن رمضان بيجنح. مفيش حد كان بيلعب في الحته بتاعت القلب دي، مفيش حد كان ماليها، مفيش حد كان بيستلم ويسلم منها. مفيش لعيب النهارده عندك عنده الجرأه ان هو يشوط. البنك الاهلي في اخر الماتش كان متقهقر لمنطقه جزائه، وانت اللعيبه عندك بتباصي على ال 18. مفيش لعيب، مفيش لعيب جات له جرأه ان هو يشوط كوره غريبه. ما عنديش حد بيعرف يشوط في الاهلي. ازاي؟
ازاي ما عنديش لعيب بيعرف يشوط؟ طبعا التحكيم مش هنتكلم عليه كتير. هو طبعا الناس كلها شايفه تضييع الوقت. طبعا كابتن محمود ناجي تضييع الوقت في كوره سريعه النادي الاهلي سواء فاول او رمي التماس كان بيوقف الكوره ويرجعها ماشي. لو كان اي كوره ثابته كان بيوقف الكوره ويقعد يتكلم مع اللعيبه وانت ما تزقش وانت ما تشدش، وكان بينزل الريتم بيهدي الريتم على قد ما يقدر كابتن محمود ناجي. ضربه جزاء واضحه وضوح الشمس لمروان عثمان، واللي يشوفها في الاعاده اللي من ورا المرمى هيلاقي محمود ناجي عينه على الكوره وشايف كويس والدنيا مفتوحه قدامه، يعني ما كانش في لعيب بينه وبين الكوره، هو شايف كويس. كابتن واسطه خالد الغندور اللي قاعد على الفار، الفيشه متشاله ولا في ايه الدنيا؟ عشان كوره زي دي ما تتشافش، كوره زي دي ما تستدعيش فيها الحكم. الكوره فيها ضرب في وش مروان عثمان، اللعيب مالوش علاقه بالكوره اطلاقا، ما حاولش حتى يلعب الكوره. هو كل مشكلته، هو كل اللي عمله اللاعب ان هو رايح لمروان عثمان نفسه، ملوش دعوه بالكوره. الراجل حتى مش باصص على الكوره، عينه مش على الكوره اصلا. شوف الاعاده حضرتك وقول لي الكره دي ضربه جزاء للاهلي صحيحه ولا لا؟ هل الاهلي استحق ضربه جزاء في اللعبه دي ولا لا؟ كابتن وليد صلاح الدين حتى بعد الماتش راح له، انت ما بتشوفش ولا ايه؟ راح مدي كابتن وليد صلاح انذار. فواضح ان في توجه لمين هيبان، بس التوجه ان الاهلي ما ياخدش الدوري السنه دي، ان الاهلي كمان هنحاول ان احنا نعطله في افريقيا. ما هو معنى ان انا يبقى عندي ماتشين بره الارض ويبقى الفرق يومين بس بين الماتش اللي بره والماتش المحلي، والنادي الاهلي ما يعترضش. كل اللي حصل مكالمه من كابتن وليد صلاح الدين، مكالمه. هو الاهلي بقى يتعامل بالمكالمات؟ حضرتك ليه ما اعترضتش وان اللائحه بتقول 4 ايام؟ ويعني ايه في بند بيقول ان الرابطه من حقها ان هي تثبت اي ميعاد او تلغي اي ميعاد بمزاجها؟ يعني ايه؟ طب واللوائح لازمتها ايه؟ يعني اللائحه اللي حضرتك ماضي عليها ان الماتشات الافريقيه او الماتشات الخارجيه، الماتشات الافريقيه ماتش داخل البلد 3 ايام فرق غير اليوم بتاع الماتش، 4 ايام لو بره غير اليوم بتاع الماتش، وحضرتك تيجي تلعبني ابقى جاي تلعبني بعد يومين بس، والاهلي ما بيعترضش. كابتن وليد صلاح الدين قال بياخد وعد بالتليفون ان ده هيتعمل مع المنافسين، هيتعمل مع المنافسين بعد ما تكون ضيعت الدوري وضيعت افريقيا. طب استفدت ايه؟ حضرتك ليه ما سجلتش اعتراضك رسمي؟ ما قدمتش اعتراض رسمي ان ده مخالف للائحه وان ده اجهاد على لعيبتي؟ ما انت لعيبتك شايف الاداء اهو، شايف الاصابات النهارده عامله ازاي. الدفاع عندك شوارع عشان ياسر بن مش موجود. كابتن رمضان بيكهام اللي المدير الرياضي مصر ان هو يقعده في الاهلي. احمد عيد لا ما يجيش حاجه في محمد هاني، مع احترامنا ما يجيش حاجه في محمد هاني. فانا عندي اخطاء النهارده بالجمله في التشكيل، عندي اخطاء النهارده بالجمله من الاداره ان هي موافقه على المواعيد بتاعه الرابطه وموافقه على الحكام اللي بتيجي، وهي عارفه كويس قوي الحكام دي تاريخها ايه. ماتشات البنك الاهلي ليه دايما كل ماتش للبنك الاهلي مع النادي الاهلي بيكون فيه جدل تحكيمي؟ اشمعنى ماتشات البنك الاهلي؟ وليه كل ماتش للبنك الاهلي ما بيعديش من غير مشكله، ما بيعديش من غير جدل تحكيمي؟ اشمعنى البنك الاهلي؟ ليه النادي الاهلي يبقى فيه قرارات وعلامات استفهام على اداء الفار في ماتشات البنك الاهلي بالذات؟ في كذا حد مشترك في الخساره بتاعت النهارده. اداره موافقه على اي حاجه تاخدها الرابطه، ما سجلتش اعتراضها على المواعيد، ما اتكلمتش على الاداء التحكيمي، ما اتكلمتش على تعيين الحكام. يعني انا محمود بسيوني ومحمود ناجي دول انا مش عايز اشوفهم تاني في ماتشات الاهلي. خالد الغندور ورفاقه على الفار وولاد الشناوي والكلام ده كله مش عايز اشوفهم برضه في ماتشات النادي الاهلي. الحاجه الثانيه، مدير فني بقاله 4 5 ماتشات
بيضيع وقت كبير جدا على ما الاداء يبدا يتظبط. بتوصل لشوط كامل زي النهارده، شوط كامل ضايع مني، انا ما عملتش فيه اي حاجه، ما قدمتش فيه اي حاجه. لعيبه موظفين ما بتأديش، ما عندهاش روح، ما عندهاش حماس. البودلة عندي فيهم مشكله، ولازم برضو تدخل من المدير الفني وتدخل من الاداره. اللعيبه البودلة عندي فيهم مشكله. النهارده اللعيب البديل بينزل، ما بينه وبين الاساسي فرق كبير قوي، وشفنا ده في ماتشات الرابطه وفي ماتش كاس مصر. كنت اتمنى اقول لك مباراه النسيان، انما هي مباراه مش هتتنسي، لان المباراه ممكن تاثر في بطوله الدوري السنه دي بالنسبه للنادي الاهلي. اتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي، ونصحح اخطائنا ونشوف احنا عندنا ايه المشاكل اللي عندنا ونعالجها. واتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. ما تنساش حضرتك تشترك في القناه لو مش مشترك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك وشير الحلقه عشان توصل لكل الناس. كان معاكم بوخارست، وده ملعبكم، ملعب بوخارست. السلام عليكم.